بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بوتاجاز اي كوك هو يونيو اير، نظام الغرفة او الامان. فالوش ده كان محلول قبل كده، كل عين مربوطة بمسمارين، بس للأسف اللي ربطهم مبوظ المسامير. فالمسامير دي ليها طريقة في الحل، كل عين مربوطة بمسمارين. ففي مسامير ممكن تحل ومسامير ما تحلش. على جميع انواع البوتاجازات اللي هي نظام الغرفة بيبقى نفس النظام كده. ففي مسامير ممكن تقطم معاك وممكن تحل. فاحنا هنعمل حركة كده يعني او طريقة بحيث اللي احنا نحلها ونركبها تاني، ما ما تضايقناش يعني. هنجيب الصاروخ كده وهنعمل المخ، طبعا باظ بتاع المسمار، هو اصلا صليبة. فاحنا هنيجي بالصاروخ نفتحه كده اهوت، هنعمله عادة. فاحنا لحظة وهو سخن مطرح الصاروخ هيحل معاك مع السخونية بتاعته، واحنا عملناه عادة ومفك نضيف كده، ان شاء الله يحل معاك. دي الطريقة لحل. انا عامل طريقة تانية برضو لحل الوش لبوتاجاز 5 شعلة. ده كانت مساميره منتهية خالص، طبعا انا كنت عندي الزبون، لكن انا هنا في الورشة معايا صاروخ ومعايا شنيور ومعايا كل حاجة. فهو ده حل معايا اهو، اهو حل معايا. ده كده اول واحد اهو حل. وفي مسامير مقطمة يعني من المرة اللي فاتت، يعني لما حليته وكشفت عليه من جوه لقيته ايه، كان محلول قبل كده. ادي المسمار التاني اهوت، والمسمار وهو سخن يحل معاك. المسمار اللي يحل اهوت يبقى سنه تحت ايه سليم. فاحنا هنعمل ايه، المسمار ده سن مش سن صاج، كأن في صامولة في ايه في الغرفة الألموني. فانا هنزل بالشنور زي ما هوريكم دلوقتي واعمل سن تاني هيبقى سن صاج، واجيب مسامير مقاس واحد، 3.5 أو 4 مللي مش أكتر، على نفس البنطة اللي معاه في الشنيور. وبرضو في طريقة لربط المسامير. ربط المسامير برضو ايه، في فنيات كده فيها هتربطها عشان لما تيجي تحلها تاني. اهو كده ده حل اهو. اهو حل اهوت، مكانه كده سليم. طبعا انت تحتاج تحل الوش لاي سبب من الاسباب. ممكن يكون في مثلا كهرباء، عايز تغير اشعال ذاتي، عايز تعمل حساس، عايز تكشف على المواسير من جوه. فلازم ان هي تتحل. طبعا بيبقى مركون عند شغال عند الناس بقاله طبعا فتره، والمسامير دي ما بتحلش، فبالتالي هتكون ايه، هتكون قفشه جامد. اهو ده ما فيهوش مخ خالص، المخ الصليبه بتاعه رايح. فلازم ليه طريقه اللي احنا نحلها. ادي بالصاروخ كده بنعمله كانه مسمار عاده، بنضيع مسمار الصليب وكانه مسمار عاده. اهو انا كده ايه، في نص المسمار بالظبط، وهو سخن يحل معايا. اهو ده قطم، اهو ده قطم، ده قطم. فانا بالشنيور هنعمل له سن. الفكره برضو هنا اللي يخرم مسمار قوم جاي رابط المسمار على طول، عشان لو خرم من الناحيه التانية ممكن تنزل منه من غير ما يربط المسمار. فهو مسمار هيسند ليه الغرفه نفسها. اهو حل دوت، ده حل. كده ده حل، واحد قطم واحد حل. نجيب مسامير كلها مقاس واحد كده، 8 مسامير، لكل عين مسمارين اهو. وورا بيبقى فيه مسمارين شمال ومسمارين يمين. ادي بالشنيور بقى اعمل ايه، المسامير. كل مسمار انا اهو بنخرمه اربطه. محتاج اي سؤال عن اي بوتاجاز اي عطل ان شاء الله نجاوبه. لو هو ليه في الصيانة ابعت له فيديو ويعملوا، لان كتير من الناس
بعتت لي والحمد لله صلحوا بوتاجازهم. وفي لو هي صعبة عليه لا يجيب فني يعملها له، ما خلوش يخاطر. لكن لازم اتاكد منه من كلامه، انا بعرف وبفهم اللي هو ليه في الحل والتركيب، عنده فكر يعني. ادي خرمت كده التاني اهو، وانا بربطه اهو بربط. مش هربط بقى جامد لان كده كده التمانية هيتحلوا، اللي انا هربطهم دول هيتحلوا. بس انا لازم اعمل ايه؟ بعمل سن المسمار بربطه بحيث الغرفة تطلع على وش تطلع لفوق عشان الفلانشة مشرشرة تبات عليه صح. انا كده بربط اهو، وبعمل سن تاني اهو. دي غطسة ديت اهي ده اللي انا بقوله بقى. بس ديت مني كان فيها مسمار محلول فهتبقى سهلة يعني نربطه مكانها على طول. هيطلع معانا الوش. هربط فيها مسمارين هتسحب الالومنيا لفوق على الوش. بص سايبة اهي. ادي المسمار التاني اهو كده تمام. واللي عايز يسأل طبعا عشان عايز يحافظ على بوتاجازه ازاي في صيانته، هيصور لي البوتاجاز. لان في حاجه بيقولوا الوقايه خير من العلاج. ما استناش الحاجه لما تبوظ عشان اصلحها، لا. تبقى في حاجات كده ممكن انك انت تعملها تحافظ على البوتاجاز. ادي خرم التاني اهو. انا اربط كله كده اهو. ادي 2 4 6 ادي 8. ادي كده انا ربطت ال8 مسامير. احلهم بقى تاني اهو. كده انا كده انا عملت مسامير جديدة يعتبر. فانا هحل كده اهوت اهو. ولما اجي اربطه بربطه الجامد وارجع اهوي سنة تانية عشان لما اجي احلهم تاني يبقى يبقى سهلين معايا. او اي صنايعي تاني يعرف اللي انا مريحه. فاهم يعني؟ ده الشغل الصح. بحل كله بقى ال8 مسامير كلهم بيبقى سن مقاس واحد عشان لو المسمار اتلخفن ركب مكان مسمار تاني يركب عادي. طالما الوش كده اتحل البوتاجاز كله بيتكشف من قدامك، اي حاجه فيه بتتعمل ويرجع نقفل الوش تاني. انا كده حليت المسامير اهي. في بقى ورا هو المفروض يكون مسمارين بس هو عشان حله قبل كده ففي مسمار واحد راكب هنا اهو.
عشان لولا المسمار ده لو رفعت الوش من ورا هتلاقيه اترفع معاك، يعني ممكن يقطم مواسير، فلازم يتربط. فانا حليته اهوت. هو كده الوش كده ايه، المسامير كلها بتاعته اتحلت. برفع رفعة من ورا كده اهوت، اهو اهو. ادي البوتاجاز اهوت، كله من جوه، كل حاجة واضحة ومكشوفة قدامي. ادي طريقة حل الوش اي كوك 4 شعلة او اي مسامير نظام الغرفة اهو كده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.